مساء الخير، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. الفيديو ده متوجه الفئتين، أو يعني كجمهور اللي هو كشباب ثانوية عامة، أو اللي هو شباب الجامعات اللي بيدرس. تمام. فدي بعض النصائح اللي هتفرق معاك جدا إن شاء الله لما تتخرج على خير، وتقدر تنافس في سوق العمل، ويبقى ليك فرصة إن شاء الله كويسة. طبعا برضو نقطة ملحوظة، اللي هو في الأول والآخر طبعا التوفيق هو من عند ربنا، أنت بس إلا ما بتسعى وبتعمل عليك، والباقي النتيجة بقى هي بتاعت ربنا، بس أنت برضو بتسعى وما بتقصرش يعني. دي أول حاجة. طب تمام، إيه المهارات اللي ممكن نشتغل عليها ونبدأ نطور من المهارات دي خلال فترة الدراسة؟ قدرت تطور مثلا من كل مهارة بنسبة 20%، بنسبة 30%، قدرت تطور المهارات كلها، تمام جدا. قدرت تطور منهم مهارة اتنين، عظيم جدا. وبرضه خلينا ماشيين مثلا ما يقول لك ما لا يدرك كله لا يترك كله. دي نقطة برضه. طيب عظيم جدا. ايه اول نقطة نشتغل عليها ونركز عليها؟ رقم واحد، احنا محتاجين نتطوع. انا شايف التطوع سواء كنت في ثانوية عامة او كنت في الجامعة، فبصراحة هيفرق معاك جدا، وهيغير في شخصيتك، وهيفيدك في مهارات كتير جدا، والسكيلز اللي تكتسبها، وكعلاقات، ويعني هيبدأ يفتح لك فرص أبواب حلوة جدا بصراحة. يعني أنت ممكن في يوم من الأيام بكرة وبعده تشتغل من خلال حد اتعرفت عليه مثلا، خلال التطوع، مثلا كان محاضر، كان حد في شركة، وبدأ هو يتابعك مثلا على لينكد إن. كمان لما تيجي تتطوع، حاول تتطوع حاجة في مجالك، بمعنى ما أكونش أنا مثلا حد في كلية زراعة وأروح أتطوع في مكان مثلا تبع كلية هندسة، مكان تبع مثلا كلية بيطري. اه تمام، انت تكتسب هنا خبرة، وممكن يكون في مجال البي ار مثلا في اللجنة اللي انت منضم ليها او الديزاين، بس هيكون افضل بقى، او هتستفيد اكتر لما تتطوع في كيان تبع الكلية اللي انت فيها. تمام. تمام، ده رقم واحد، اللي هو التطور. رقم اتنين، اللغة. ابدأ طور مهاراتك. اللغة مش بقول لك اللي هو تبقى بنسبة 100% اكسلنت اللغة، لا، بس على الأقل تعرف تدير حوار، لأنه ألف به دلوقتي أي حاجة كشغل كتدريب. أحيانا حتى السي في لما بيتباع بنسبة كبيرة بيبقى في ناس أحب السي في يكون باللغة الإنجليزية. الانترفيو أحيانا ممكن يكون في أماكن تعمل انترفيو مثلا باللغة الإنجليزية، بتسأل بعض الأسئلة حابة تشوف مستواه. فنركز برضو على اللغة، لأن اللغة هتفرق معاك جدا، وبتفرق معاك حتى في السالري. يعني أنت ممكن تشتغل كاشير مثلا في مكان تاخد 4000، وممكن في مكان تاني بس عشان معاك لغة تاخد 6000 أو 8000. تمام. دي نقطة. النقطة التالتة الاي اس دي ال. الاي اس دي ال برامج الكمبيوتر، الوورد والاكسل والباوربوينت. البرامج دي انت اتعلمها، لانه هتفرق معاك بكره وبعده. اي شيء حابب تخلصه، وورد صفحه حابب تكتبها، باوربوينت حابب تهنده. انت ممكن كمان تشتغل من مهاره زي دي، لو حد مثلا طلب منك تاسك زي ده انت وممكن تشتغله، فده مقابل برضه. تمام. دي نقطة. النقطة اللي بعديها بقى اللي هو الذكاء الصناعي. أدوات اللي هو الذكاء الصناعي مثلا، حاول تعرف تستخدم شات جي بي تي وأدوات الذكاء الصناعي، ويبقى عندك علم بيها، لأنه دي حاجة زي دي أيا كان المجال اللي أنت هتبدأ تشتغله، لو عرفت تعمل ميكس بينه وبين أدوات الذكاء الصناعي، فحقيقة هيفرق جدا معاك وهيبدأ يفيدك يعني. دي نقطة. النقطة اللي بعديها بقى هي نقطة النتوركينج. عايز اقول لك فرص كتير، سواء شغل او تدريبات او ايا كان الفرص دي، كورسات. فالفرص دي بصراحة بيبقى بنسبة كبيرة من خلال النتوركينج. يعني عايز اقول لك في شغل اصلا ما بيتعلنش عنه، بيكون من خلال النتوركينج. بيقول مثلا رشح لي شخص، فتبدأ تكون شبكة علاقات. طب بتقول لي انا دلوقتي حد ادور شبكة علاقاتي منين؟ اقول لك معاك لينكد ان، معاك التطوع. ابدأ انزل ايفنتات ومؤتمرات في المجال اللي انت مهتم بيه. كل ده يفرق معاك جدا طبعا. النقطة اللي بعدها انك تبدأ تهتم بالسيرة الذاتية، وكمان لينكد ان. حاجة زي دي بصراحة تفرق جدا معاك لو بدأت تهتم بيها أثناء الدراسة، لأن للأسف أحيانا مثلا لما باجي بعلن عن تدريب عندي أو فرصة شغل، ويكون في ناس مقدم معايا من شباب الجامعة،
فاللي هو يقول لي هو ايه السيره الذاتيه؟ طب ايه لينكد ان ده هيفيدني بايه؟ فانا على الاقل ان السيره الذاتيه عادي جدا. على فكره انا لما جيت عملت السيره الذاتيه اول مره، انا فاكر انه كان بيرسون انفورميشن، يعني خانه او اتنين بس كاتبهم يعني. ولكن بعدين بدات اطور، مثلا اكتشفت عندي المهاره دي. ده من خلال مثلا التطور، من خلال براكتس، من خلال التجربه. حد قال لي ده انت بالفعل عندك المهاره دي، انت شاطر فيها، فانا بدات اكتب المهاره دي. كورس اخدته، بدات انمي نفسي في حاجه، بدات اوضح ده، بقى اضيف نقطه على نقطه على نقطه لحد السي في دلوقتي الحمد لله 3 صفحات. تمام. فابدا اهتم بالسيره الذاتيه من دلوقتي وابدا اعملها. وكمان يفضل تكون على الوورد السي في. نخلي بالنا من النقطه دي، علشان في اللي بيبدا يعمل تمبلت والكلام ده كله، ده مش بيعدي من الاي تي اس. نقطه رقم 2، لينكد ان ابدا اعمل بروفايل عليه. لينكد ان ده موقع توظيف رقم 1، مش هتخسر حاجه، وهتلاقي عليه محتوى حلو جدا من فرص تدريبات وشغل واتش ار. فبصراحه حاجه زي دي برضو حلوه جدا، نبدا نستفيد منها. ابدا بقى خلال فتره الدراسه برضو ان انت حاول تنزل تدريب. تدريب ايا كان. مثلا لو انت حد في زراعه، انا هدي مثال، دايما بدي مثال على الزراعه عشان انا تخصص الزراعه، فبوضح لك الدنيا اكتر وانت بقى تطبق على كليتك. انا في زراعه مثلا ببدا انزل تدريب، اشوف بقى اروح عندي مديريه الزراعه اللي عندي في المحافظه، طب اروح الاداره الزراعيه عندي في المركز، اسالهم انا حابب اتدرب، هل ده ينفع ولا لا؟ طب تمام، ابدا اشوف الخطوات. دي نقطه. النقطه الثانيه بقى اشوف مراكز البحوث اللي عندي، اشوف الشركات لو قطاع خاص، ابدا انزل تدريب لان ده هيفرق معي جدا. دي نقطة. برضه النقطة اللي بعديها بقى انك هي تطور مهاراتك الشخصية، زي التواصل، زي الاقناع، زي مهارة حل المشكلات. كل هذه مهارات برضه لو بدأت تطور نفسك من خلالها. اخر نقطة بقى هي انك هي حاول لو قدرت تشتغل خلال فترة الدراسة، يعني قدرت تشتغل ريموتلي عظيم جدا. قدرت مثلا تنزل لو شغل كبارت تايم مثلا جنب الكلية، لو كليتك مثلا نظرية ومعاك وقت كبير، ده يبقى حلو جدا. ليه بقول لك النقطة دي؟ علشان انت بتلاقي احيانا في الاعلان التوظيفي يقول لك محتاجين حد خبرة سنة او 2 او 3. طب تقول لي يا عم انا لسه خريج، اجيب بقى ازاي الخبرة دي؟ اقول لك ده بقى من خلال انك شغل اشتغلته زي ده، التطوع، التدريب. هو ده بقى، دي خبرة بقى بتفيدك. يعني انا مثلا لو قدامي 2 سي في، فيهم واحد لا نزل تدريبات واتطوع واشتغل، وحتى اني مثلا تقديره اكسلنت، بس ولكن للاسف اللي هو ما نزلش تدريبات، اتطوعش كتير يعني. دي الفكرة. فاحنا بنفضل دايما كسيفيات لا، اللي هو الشخص اللي نزل يعتبر احتك بالسوق بدري، سواء كتدريبات، سواء شغل مثلا جنب كلية، سواء التطوع، لانه كل ده بيفرق. لانه نقدر نقول التطوع بيحاكي سوق العمل بنسبة نقول مثلا 10%. تمام. فنقاط زي دي ابدا اهتموا بيها خلال فتره الكليه او فتره الثانوي، لان حقيقي بكره وبعده هتلاقي نتيجه حلوه جدا. هتلاقي تطور في شخصيتك. ابدا اهتم بالنقاط دي، لان النقاط دي هتفرق معاك جدا جدا جدا، ودي اللي هتميزك في سوق العمل يعني. وطبعا لو اي حد عنده استفسار في اي وقت يقدر يسال، وبالتوفيق ان شاء الله، ودمتم بخير.